اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. في مواقف بتحصل كده بين اطفالنا بتخلينا نسال نفسنا، هو ابني ليه بيغير من اخوه؟ او ليه بنتي بتتضايق لما اشيل اخوها؟ او حتى ليه ابني بيتضايق او بيغير من صاحبه او قريبه؟ الغير عند الاطفال مش مجرد تصرف عابر، دي رساله بيبعتها لك الطفل ووراها اسباب مهمه. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجه تخص الغير عند الاطفال، من اول انواعها لاسبابها لحد ازاي نتعامل معاها صح من غير ما نكسر نفسيه الطفل. خلينا في البدايه نعرف يعني ايه الغير عند الاطفال. الغيرة هي شعور بيحس بيه الطفل لما يشوف حد تاني واخد حب أو اهتمام أو حاجة هو نفسه فيها، بيحس وقتها إن الشخص التاني ده منافس وإنه مهدد. والغيرة مش دايما بتظهر في صورة كلام، أحيانا بتبان في تصرفات غريبة زي إنه يبطل ياكل أو يعند على طول أو يضرب أخوه أو يتبول لا إراديا بعد ما كان بطل أو يسكت وما يكونش عايز يتكلم خالص. طب إيه هي أنواع الغيرة عند الأطفال؟ في كذا نوع من الغيرة ومهم جدا نعرفهم علشان نعرف السبب ونتصرف صح. أول حاجة الغيرة من الأخ الصغير، ودي أكتر نوع شائع بتحصل لما الطفل يحس إن المولود الجديد خد مكانه عند ماما وبابا. تاني حاجة الغيرة من إخواته الكبار، خصوصا لو بيحس إنهم أحسن منه أو بياخدوا اهتمام أكتر أو بيتكلموا بطريقة هو مش بيعرفها. كمان من ضمن الأسباب هي الغيرة من الأطفال التانيين في العيلة أو المدرسة، زي أولاد العم أو أصحاب المدرسة لما يلاقوا الطفل التاني بيجيب درجات أحسن أو لبسه شيك أو عنده ألعاب أكتر. أو كمان الغيرة بسبب المقارنة، لما مامته تقول له شوف أخوك بيذاكر إزاي أو ليه مش بتاكل زي ابن عمك. طب سؤال مهم، إيه هي أسباب الغيرة عند الأطفال؟ الغيرة مش بتيجي من فراغ، في أسباب ورا كل تصرف. أول حاجة فقدان الأمان، لو الطفل حاسس إن حبك ليه ممكن يروح أو إنك مش مركزة معاه كفاية هيبدأ يقلق ويغير. تاني حاجة المقارنة المستمرة، كل ما تقارني بينه وبين غيره هو بيحس إنه مش كفاية وده بيولد غيرة. تالت حاجة الاهتمام الزايد بحد تاني، زي ما بنهتم بالمولود الجديد أو بحد مريض، الطفل بيحس إن مكانه اتخطف. بعد كده ضعف الثقة بالنفس، الطفل اللي مش واثق في نفسه أو مش لاقي حاجة يتميز بيها بيبدأ يغير من اللي حواليه. كمان البيئة التنافسية، زي المدارس اللي فيها نظام تنافسي قوي أو العائلات اللي دايما بتسأل جبت كام أو ابنك مش بيذاكر ليه. طب إيه هي العلامات اللي شفتيها تعرفي إن طفلك كده بيغير؟ أول حاجة بيتضايق من أخوه على طول. تاني حاجة بيقلد الطفل اللي بيغير منه. كمان هتلاقيه بيكذب علشان يجذب الانتباه وبيظهر تصرفات طفولية بعد ما كان كبر، زي انه يمص ايده او يتبول لا اراديا. وكمان هتلاقيه بيحاول يأذي اخوه او بيخبي لعبة عنه. طب سؤال مهم، ازاي اتعامل مع غيرة ابني؟ اول حاجة لازم افهم السبب واتكلم معاه، لازم اسأله انت حاسس بايه او متضايق بايه، مش لازم يقولها اول مرة بس هيبدأ يحس بالامان. تاني حاجة ابعدي عن المقارنة، بلاش تقولي شفت اخوك او اختك عملت ايه وانت لا، استبدليها بكلمة انا فخورة بيك لما بتعمل كذا او انا شايفة انك بتحاول. بعد كده قسمي وقتك واهتمامك، لو في بيبي جديد لازم تخصصي وقت كبير للطفل الكبير، يعني لازم تقعدي معاه وتحكي له قصة وتلعبوا مع بعض. بعد كده علميه يعبر عن غيرته بالكلام، يعني خليه كل ما يحس ان هو متضايق او غيران من حاجة يقولها ويعبر عنها. حاجة مهمة كمان لازم تعلميه يفتخر بنفسه، كل طفل وليه ميزة حاولي تكتشفيها معاه وتمدحيه عليها. واخيرا كافئيه على التصرفات الايجابية، يعني لو ساعد اخوه امدحيه، لو شارك لعبة او عمل موقف ايجابي امدحيه قدام العيلة وفرحيه. في ملاحظة مهمة لازم تاخدي بالك منها، الغيرة مش مرض، لكن إهمالها بيخليها تتحول لسلوك عدواني أو انسحابي. وخلي بالك إن الضرب أو العقاب أو السخرية من الطفل الغيور بتزود المشكلة مش بتحلها. وفي أوقات الغيرة بتبقى مؤقتة زي بعد ولادة أخ جديد، بس مع الوقت والاحتواء بتروح. وفي النهاية الطفل مش بيغير علشان يضايقنا، هو بس بيقول لنا أنا محتاج تحبوني وتهتموا بيا وتشوفوني. لو عرفنا نوصل لقلب الطفل قبل ما نحكم على تصرفاته هنقدر نربي إنسان سوي واثق من نفسه وبيحب اللي حواليه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك واشتراك في القناة وتشاركيه مع كل أم ممكن تستفيد.